شايف الازازه دي؟ الازازه دي على علي بابا سعرها $3 و80 سنت، ولو هتشتري منها كميه هتكون $3 و20 سنت. فكره في ايه بقى؟ الفكره ان الازازه دي انت ممكن تجيبها من امازون نفس المنتج بالظبط ب$15. وخليني اقول لك ان هو بيتباع كتير جدا. طيب يجي لك السؤال، ليه اصلا اروح اشتري ازازه ب15؟ عشان انت ما تعرفش ان هي بتتباع ب3، وده معظم الناس اللي بتشتري على امازون امريكا ما تعرفش ان في اوبشن ارخص اسمه علي بابا، ولان علي بابا بيخليك تشتري بال100 واحده وال1000 واحده في بعض الحالات لو عايز تاخد تخفيضات اكتر. فهنا بقى لعبتنا بتبدا. بتشتري الازازه دي من علي بابا، تشتري منها 1000 واحده، اللي هتقف عليك ب$3، وتروح تعمل لها براندنج محترم، تعمل لها شويه جرافيكس حلوه، تعمل لها اسم يتلزق عليها او يتكتب عليها، وتروح تبيعها على امازون ب15 ب20، ولو البراندنج بتاعك قوي ممكن تبيعها باكتر من كده كمان. خلي بالك المنتج اللي قدامك دلوقتي ده مش المنتج الوحيد اللي انت ممكن تشوفه. تعالى كده اوريك حاجه ثانيه. بص المنتج ده ترند قوي اليومين اللي فاتوا. ده منتج بيغسل الكوبايه، بتحط فيه الكوبايه وبيغسل الكوبايه. سعره كام؟ $4 لو تشتري منه اكتر من 1500 واحده. لو رحنا امازون امريكا ب$20. متباع منه كام واحدة؟ في خلال الشهر اللي فات أكتر من 5000 واحدة متباعة من المنتج ده. خليني أقول لك إن $20 دول كلهم مش ربح. $20 دول هيتشال منهم مصاريف شحن من الصين لأمريكا، هيتشال منهم ضرايبك، هيتشال منهم حاجات مختلفة، بس ما زال بعد كل ده المنتج ده بالذات أقدر أقول لك إن هو عليه مارك اب أكتر من 30 ل 40% ربح المنتج ده. لو عايز تدخل في الموضوع وتعرف معلومات أكتر، ابدأ البيزنس بتاعك دلوقتي حالا على سلزاجي.com.